السلام عليكم حبيباتي، مساء النور. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ولقاكم هذا الفيديو كامل صحتكم وعافيتكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بما انه هذا الفيديو كان طلب مني، كانت واحده من الاخوات خلت لي تعليق قالت لي ديري لنا تحدي حصاله كبش العيد، بما انه يعني العيد ما بقالوش بزاف. دونك راح نعطيكم طريقه مبسطه كيفاش تقدري تجمعي مبلغ اللي يعاونك يعني باش تشري كبش العيد. شوفوا باه ما نكذبش عليكم في بدايه الفيديو، يعني امبوسيبل تقدري تلمي مبلغ تاع 2 ملايين ولا 3 ملايين في هذه الفتره الوجيزه، يعني مبقاش بزاف، مابا 53 54 يوم هكاك. لانه العيد راح يكون لو 28 و لو 29 جوان، يعني 28 29 جوان. يتسمى انت اصلا لازم تنحي يعني على الاقل 5 ايام باش تشري فيهم الكبش قبل العيد، يعني ما تجيش دقيقه تاليه. على هكاك راح ندير لكم تحدي تاع 50 ولا 55 يوم. راح تشوفوا الطريقه اللي راح نديروها والمبلغ اللي راح تجمعوه في هذه المده واش تقدروا ديروا به، يعني مع طريقه ولا مع افكار بسيطه راح تعاونكم ان شاء الله باذن الله. اما لا ما عليك الا انك تجيبي حصاله ولا بطاطا مارغرين ولا بورتمونجي ولا اي حاجه عندك، يعني ماشي شرط تشري حصاله. هنا كما راكم تشوفوا هذو الحصالات اللي كنت مستعملتهم من قبل تاع شهر رمضان. هاهم ليكم راني نحيت لهم هذيك الورقه اللي كنت دايرتها لهم ودرتها حصاله جديده. يعني شوفي حتى تقطعيها ونورمال راح تعاودي ترجعي تسيك كيفاش تغلقيها وتبداي تحطي فيها الدراهم نورمال، يعني باش ما تعاوديش تشري حصاله من نوع جديد. والمبلغ اللي راح تشري به الحصاله راح تستفادي منه وتقيسيه لهنا. شوفوا اول حاجه راح نبداو بما انه يعني العيد راح يكون في 28 29 جوان باذن الله، اذا ربي لحقنا لهذاك الوقت. راح نبداو من اليوم الاثنين، يعني غدوه ان شاء الله لو برومي ماي الى غايه 19 جوان، هكا راح نتحصلوا على 50 يوم. هاد ال50 يوم قلنا في 19 جوان. اذا بغيتي تزيدي يعني ايامات وتخلي يعني 4 ايام 5 قبل العيد باش تشري، راح نزيدو هذوك ال5 ايام ونشوفوا المبلغ ثاني اللي نتحصلوا عليه. انا لهنايا راني محبست لكم 9 ايام قبل العيد، هذه بالنسبه للناس اللي يبغوا يعني يشروا من قبل. بالنسبه للناس اللي يبغوا يزيدوا نورمال دوك نزيدوا لهنايا في الجدول تاعنا، راح تشوفوا شحال نزيدوا من يوم وشحال نتحصلوا على النتيجه. هنايا رسمت جدول، هنا فيه 10 خانات ومنا فيه 5 خانات على اساس 50 يوم. يعني اذا ضربنا 5 في 10 راح نتحصلوا على 50. راح نجي شوفوا هذه طريقه مبسطه، يعني ما يشرح لكم مبالغ كبار. راح نجي لهنايا نكتب الارقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذه في الخانه الاولى. هنا في السطر الاول راح نتحصل على 55,000. في الرقم 1 راح نحط الفراك. شوفوا يعني الطريقه هذه كيفاش بسيطه، تقدر ديري الجدول تاع 5 10 15,000 20,000، لكن هذه الطريقه مبسطه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش دخل، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني دائما دراهم زياده. هنا راح نحط الفراك، هنا نحط 2000 3000 4000 5000. مثلا في النهار اذا كنت يعني ما شريتش الحليب، عندي 10,000 تاع الحليب وهذاك النهار ما شريتش الحليب، ما شربوش الدراري الحليب، ولا هذيك ال10,000 راح نجي نشوف كيفاش نقسمها، سواء نشطب على ال10 مباشره ونحط ال10,000 لهنا، ولا نشطب على 9 زايد 1 راح تعطيني 10، ولا نشطب على 8 زايد 2 كي نجمعهم راح تعطيني 10,000. نقيسها لهنايا. هذه بالنسبة للسطر الأول. نجي نكمل، راح ندير من 11 ونكمل 11 12 13 14 15 16 17. راح نكمل بنفس الطريقة ونعاود نرجع معكم. هنا كما راكم تشوفوا كملت كامل الخانة تاع 50. بما انه كملتهم كامل راح نجي كل ما يكون عندي مبلغ، مثلا مثلا قلنا الحليب ولا طريقه تاع الخبز. كاين الناس اللي يشروا الخبز، هذاك المبلغ تاع الخبز تقدري تشري به يعني شكاره تاع الفرينه وبطاطا تاع الخماره تاع الخبز وتبداي تعجني. اذا عجنتي هذاك المبلغ تاع الخبز رايحه يعني تستغناي عليه.
بما انه يعني كامل ديالنا نلقاو فيهم الفارينه ونلقاو فيهم السميد بعد هنا نشروه نفرقوا ديال الشهري. هذاك المبلغ تاع الخبز خليه على جهه وقيسيه لهنا في الحصاله تاعك. مثلا اليوم عجنت نورمال، غدوه ان شاء الله يعني مثلا نشيل الخبز، النهار اللي موراه هذاك المبلغ تاع الخبز ما نشيش الخبز نعجن، هذاك المبلغ تاع الخبز راح نجي نقيسو لهنا في الحصاله، وطبعا نشطب المبلغ تاع لهنايا. فوالا كانت هذه هي الطريقة تاع الحصالة تاع كبش العيد اللي راح نلمو فيها يعني في وقت وجيز تاع 50 يوم ولا 55 يوم راح نتحصلوا على مبلغ تاع 1,500,000 اللي راح يساعدنا انه نضيفوا عليه ونشرو كبش العيد، ولا نشرو به يعني ملابس العيد للأطفال، بما انه يعني الصيف راه دخل والجو راه سخون، نشرو لهم ملابس خفاف هكا للعيد، ولا يعني نساعدوا رواحنا به ونعاونوا رواحنا به في هذا العيد. فوالا البنات كانت هذه الفكرة تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخلونا جيم، لانه هذاك الجيم راح يخلي الفيديو يتبارطاجا مع الناس اللي مازال ما لحقتهمش نوتيفيكاسيون. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامة. فوالا بهذه الطريقة راح نلم مبالغ يعني زيادة على واش يكون عندي. مثلا بالنسبة للحرفيات ولا اللي عندها يعني صنعة في يديها، اللي تخدم القاط واللي تخيط، اللي تبيع المطلوع، اللي مثلا تخدم لي سيغتات، هذيك يعني المبالغ اللي تديها تاع فايدة تقدري تعاوني بها يعني في الدار، تقدري تعاوني بها في كبش العيد وديريها في الحصاله تاعك. فوالا البنات هذه فيما يخص هذا الحصاله يعني درت لكم تاع 50 يوم. لهنا المبلغ اللي راح نتحصل عليه في هذا ال50 يوم راح يكون عندي مبلغ تاع 1,000,000. هذه في 50 يوم راح نكتبها لكم لهنايا. في 50 يوم راح نتحصلوا على مبلغ تاع 1,275. شوفوا هذه راهي بالصرف، يعني كون درنا يعني الكاغط ولا المبالغ كبيرة راح نتحصلوا على أكثر من هذا المبلغ. في 50 يوم راح نتحصلوا على 1,075,000. إذا زدنا 5 أيام أخرى قبل العيد وخلينا يعني حتى 4 أيام تالية باش نشرو، هذيك 5 أيام إذا زدناها 5 أيام، في 5 أيام يعني نجي لهنا ندير 1 2 3 4 5. 5 أيام راح نجي لهنا نديرها 51 52 53 54 55. راح نتحصلوا على مبلغ تاع 265,000. 265,000 صح. دوكا إذا جمعنا هذا المبلغ ودرنا 55 يوم يعني تحدي تاع كبش العيد تاع 55 يوم، هنا راح نحط لكم في 55 يوم راح نتحصل على 1,500,000 تقريبا 1,540,000. دوك تقولوا لي 1,500,000 يعني راهي قليله ما يشرح هادشي لنا الكبش. احنا على درنا هذا التحدي، باش كي نلحقوا للشهر الاخير تاع العيد، يعني كي تدخل الخلصه تاع هذاك الشهر نقدروا ندو منها، لانه دائما كاين اللي في العيد يعطولهم مبلغ تاع العيد، يعني كاين الخدامه اللي يعطولهم مبلغ تاع العيد كيما عندنا حنا باغ اكزومبل في الوزين تاع السيما وكامل يعطولهم هذاك المبلغ تاع العيد. كاين اللي يعطولهم 1,000,000، كاين اللي 1,500,000 على حساب كل وحيد وكيفاه. كاين اللي الخدامه اللي يعطولهم، كاين اللي شركات ولا اماكن تاع العمل ما يعطولهمش. بالنسبه للناس اللي يعطولهم هذاك المبلغ تاع 1,000,000 ولا 1,500,000 راح نجي نزيدوه لهنايا. اذا طولكم 1,000,000 راح تولي عندك لهنا مع 1,500,000 راح تولي عندك 2,500,000. اذا طولكم اكثر 1,500,000 مثلا راح تولي عندكم 3,000,000. يعني 3,000,000 على بالي بلي قليله، بما انه الكبش راه غالي السنه، حتى العوام اللي فاتوا كان غالي، بصح نورمال. عندك 1,000,000 ولا 1,500,000 تاع العيد، وعندك 1,500,000 تاع الحصاله اللي درناه، يعني انا في 3,000,000 تقدري يعني تدي من المبلغ تاع يعني تاع الشهريه ولا تاع الدخل تاع هذاك الشهر، تدي مبلغ تزيدي بمبلغ تاع 1,000,000 تلحقي 4,000,000 ولا 1,500,000 تنقصي على روحك وتشري بها كبش، يعني يكون على حساب هذاك المبلغ، مش شرط يكون كبش كبير. هذه بالنسبه للناس اللي يعطوهم المبلغ تاع العيد. بالنسبه للناس اللي ما يعطوهمش المبلغ تاع العيد، شوفوا على الاقل هذيك 1,500,000 راح تساهم انها تساعدكم تشروا بها يعني
تشرو بها مثلا اللحم، هذه بالنسبه للناس اللي ما يعيدوش وما يلحقوش باه يشرو الكبش. هذه المليون ونص راح تشريها لحم، يعني ما تخليش ولادك يقعدوا يعني يشوفوا ولا يشموا الريحه ولا يشوفوا الناس يعني يشوفوا الدخان طالع عند الناس، ولادك ما يقعدوا هكا. معناتها تشريها مبلغ، هذا المبلغ تشريه كميه تاع اللحم، تشيلهم شويه تاع الكبده، يعني باه ما يتشهاوش، يعني يشوفوا الناس يقعدوا يتشهاو. تشيلهم كل حاجه شويه 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 وديريها لهم في الدار. هذه بالنسبه للناس اللي ما همش يعني يشروك كبش العيد وما يلحقوش وما يعطولهمش المبلغ تاع العيد. بالنسبه وتقدر تشري حتى يعني لي ديتيرجون لهنايا بالنسبه للناس اللي عندهم المبلغ تاع العيد سيبو راهم حاطينه على جهه وكامل. هذاك المليون ونص تشريه مواد التنظيف باغ اكزومبل، نشرو به مواد التنظيف بما انه يعني في العيد نحتاجو مواد التنظيف بزاف. نشرو مواد التنظيف، نشرو هذوك لي بروشات تاع الشوا باغ اكزومبل، نشرو الشوايه، نشرو الفحم بيهم. ما على باليش انا ليسونسيال نشرو المستلزمات ولا الحوايج اللي نحتاجوهم في العيد الكبير.